أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا المباشر من مدرسة بن يوسف اللي كنحييو الإدارة ديال الحباس، خاصة السيد الناظر والمحافظ على العمل الجبار اللي قاموا به أخيرا باش نحطوا هذه اللوحة اللي كتبين لنا أولا تاريخ المدرسة والتصميم المعماري ديالها. إذن هذه الحالة اللي هي من أجمل الأشياء اللي تعطات في مدرسة بن يوسف. غادي ندخل للداخل ونزيدكم واحد الإضافة، واحد المعلومة جديدة يعني داخل المسجد، وغادي تشوفوا معايا بما أن كانت واحد السهريج اللي كان معروف كان في دار السي سعيد، واحد الوقت تحول مشى للرباط، مديرية او لا فونداسيون ديال المتاحف داو على الرباط. اليوم رجع بقرار سيدنا الله ينصرو بعد ما فهم بان هذا السهريج هو اصله مدرسه بن يوسف، وبما ان هذا السهريج هذا اليوم صبح تحفه اللي محطوط داخل المسجد الصغير ديال مدرسه بن يوسف، هنا كيبان لنا اكزاكت اذن القوه والجماليه ديال السهريج اللي تحط اليوم. هذا السهريج عنده تاريخ معروف من عهد المرابطين، لان يوسف بن تاشفين هو اللي طلب باش يجيبوه من الاندلس بعدما كان امير من الامراء المنصور عبد الملك اللي حطوه في الاندلس. وهنا الحمد لله اليوم يمكن نعطيو واحد القيمه تاريخيه لهذا السهريج اللي هو محطوط اليوم هنايا، وعباره عن تحفه تاريخيه ديال المغرب والحضاره الاندلس مع الحضاره الملوك المغاربه، خاصه من دوله المرابطين من بعد الموحدين والمرينيين والسعديين والدوله الحاليه العلويه. تحيه لكم، شكرا. نتمنىكم تبارطاجيو هذا لانه مهم جدا، ونتمنىكم تجيو تزوروا وتشوفوا هذا السهريج اللي تحط اول يوم في مدرسه بن يوسف. السلام عليكم.